لو انت بتصحى بدري عشان تذاكر فنصيحة مني كمل الفيديو ده للنهاية. بصراحة انا فاشل جدا في الدراسة ومش هخبي عليك احنا اخوات، لحد ما سمعت جملة بتقول لو عايز تكون طالب متفوق لازم تصحى بدري، وبالفعل قررت اصحى بدري. لكن حصل مفاجأة غريبة، بدل ما اكون متفوق وبذاكر بامتياز بقيت اسوأ طالب ممكن عينك تشوفه. قلت يمكن العيب فيا، ولكن اكتشفت ان السبب كان في 3 اخطاء كنت بعملهم. اخطاء تبان بسيطة ولكنها خطيرة جدا جدا، مش بس هتدمر مستواك الدراسي، لا هتدمر حياتك حرفيا. فخلينا نبدأ ونشوف. الخطأ الأول التصفح العشوائي. خليني أقول لك روتيني كان عامل إزاي. بصحى من النوم أمسك الموبايل وأبدأ في التصفح في كل منصات التواصل الاجتماعي، بتصفح من غير هدف، بقول لنفسي يمكن نكون أحسن، لكن في الحقيقة كنت بدمر نفسي وأنا مش عارف. لأني لما بخلص جلسة السكرول الكئيبة دي أقوم أذاكر بعد ما ضيعت حوالي 2 ساعات من يومي في ولا شيء. الحمد لله قعدنا نذاكر، وهنا حسيت عقلي مش شغال وكأنه كسول ومرهق. أحاول مرة و2 لكن من غير أي فايدة. بينتهي بيا الحال إني أرجع من تاني للي كنا عليه وهو التصفح. أيام كتير عدت وأنا في نفس الحال، ومع كل يوم بيمر كنت بتدمر حرفيا ومش عارف أذاكر ولا كلمة، لحد ما اكتشفت المشكلة، ومن بعدها إنتاجي زاد، مستواي اتحسن للضعف. طيب عملت ايه؟ الموضوع سهل جدا. بدل ما تصحى تمسك الموبايل وتضيع وقت في حاجات ملهاش اي لازمه، اعمل حاجه واحده، انك تبدل مسكه الموبايل بعاده ايجابيه تعملها اول ما تصحى، زي مثلا انك تتوضى وتصلي، ممكن تلعب رياضه، تاخد دش، تقرا الورد اليومي بتاعك. كده انت بتحافظ على عقلك وتركيزك طوال اليوم. لكن تفتكر ده كفايه وكده هنذاكر ومحدش هيبقى قدنا؟ اكيد لا. فهنا يجي دور الخطأ التاني. الخطأ رقم 2 صاحي مش عارف هتعمل ايه. انت خلاص بقيت نجم كبير وبطلت تمسك الموبايل اول ما تصحى مباشرة، وعملت مكان كده حاجة ايجابية. ويجي هنا وقت المذاكرة وانت قعدت تذاكر، بس مش عارف هتذاكر ايه الاول. هل ابدأ بالعربي؟ طب الانجليزي ممكن يزعل، التاريخ ممكن يخاصمني. تفضل كده ساعة ساعتين لحد ما اخيرا تستقر على حاجة تذاكرها، وده غلط كبير جدا. طيب نعمل ايه؟ خليني ارجع بيك لليوم اللي قبله، وبالتحديد قبل ما تنام. هاخد منك 10 دقايق تكتب فيهم انت عايز تذاكر ايه بكره. وخلينا اديك مثال، هنبدا بالعربي الفصل كذا، وبعدين نخش على الفيزياء الصفحه رقم كذا، وبعدين نحل اسئله الانجليزي في الكتاب الفلاني. بالطريقه دي عقلك هيكون نايم وعارف لما يصحى هيعمل ايه كويس، وكمان مش هتضيع الساعه والساعتين اللي ضاعوا منك من شويه. فاوعى يا صديقي تستقل بالخطوه دي. نيجي للخطأ الاخير والمهم جدا، بتبدا بالسهل وتسيب الصعب. ركز معايا عشان احنا داخلين على الجد. لو رجعنا لليوم اللي قبله، وانا اسف اني بتعبك معايا، عايزك وانت بتكتب هتذاكر ايه رتبهم. هتقول لي سهله جدا، انت جاي تهزر ولا ايه؟ لا ركز ارجوك. انت هنا مش بترتب بالمزاج، والله عشان العربي حبيبي هذاكره الاول، لا انت بترتب من الصعب للسهل. وده ليه؟ لانك اول ما بتصحى بتكون في اعلى درجات نشاطك، ومع الوقت نشاطك بيقل تدريجيا. فهنا احنا عايزين نستغل فتره نشاطنا في حاجه صعبه، عشان لما نيجي في نص اليوم ونكون تعبانين نذاكر السهل. مش كده ولا ايه؟ واخيرا ما تنساش دايما انك في بداية كل يوم تستعين بالله، لان لو ما عملتش كده ولا اي حاجة من اللي اتكلمنا فيهم هتنفع بربع جنيه. فعايزك تجرب وتقول لي وصلت لايه في الكومنتات. خليني اسألك سؤال، بتذاكر كام ساعة في اليوم؟ عايزين نشوف مين الدحيح اللي فينا. واخيرا لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتبعته لغيرك عشان يستفاد، ولو مش مشترك اشترك وفعل زرار الجرس عشان اول ما الفيديو الجديد ينزل يجيلك تنبيه. وبس، سلام عليكم.